ما اقدرش اقولك امنع الاسترس، بس اقدر اقولك ازاي تتحكم فيه بحيث ما يأثرش على طريقة اكلك. بس بعد الاول لما اعرفك ازاي الاسترس بيأثر على طريقة الاكل. ببساطة الاسترس بيزود احتياجي للاكل والطاقة والاكسجين، ودايما الناس اللي بيكون عندها ضغط عصبي بيحبوا الحلويات والسناكس اللي مش صحية، اللي مليانة دهون وكالوريز، وطبعا بتكون قيمته الغذائية ضعيفة. حد كمان بيكون عنده ضغط عصبي بيبقى ملوش مزاج وما عندوش وقت عشان يحضر وجبة صحية متوازنة، أو حتى ممكن تكبر دماغك من الوجبات. الاسترس أو الضغط العصبي بيخليك ما بتنامش كويس، وكمان قلة النوم بتعمل لك ضغط عصبي، يعني دايرة راحة جاية. فالصبح بتكون تعبان، وعشان تعوض التعب دوت بتعوض بكميات كبيرة من الأكل الغير صحي والقهوة. كمان لازم نبقى عارفين ان الاسترس الوقتي اللي هو حاجة